بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه اللي غلط في الشاورما ديت؟ الشاورما ديت يعني رحت للجزار وهو كان مقطع لحمة بفتيك، فقلت له لو سمحت قطعها لي شاورما. لقيته راح حاطط لي معاها جزء من لية خروف او حاجة زي كده. المهم، هل فرقت في الطعم؟ هل لية الخروف ديت فرقت في الطعم؟ بالنسبة لي انا ما فرقتش. يعني انا كل اللي يهمني في الشاورما انها تكون مستويه كويس. طب عشان تكون مستويه كويس هيحصل ايه؟ لازم اقعد يعني اقلبها واوطي النار، وبعدين احط ميه تانية لو احتاجت، وهكذا وهكذا لغايه لما احط المعلقه فيها كده والاقيها بتتقسم مني. وخل بقى، انا بحبها بالطريقه المصريه فيها خل. ماشي. يعني لحد كده. طب هي ما انت عملتيها اهو وعملتها، بس هل انا بالاسلوب ده هعملها تاني؟ انا نجحت وكل حاجه، بس يعني انا ما اقدرش. لا، الوصفات اللي هي زي دي والكمونيه اللي هو لازم اقف واقلب واستنى واستنى، لا لا لا. يعني اقصى حاجه الواحد ممكن كل 3 شهور اكل سندوتش شاورما، بس اتاكد انها من محل يكون فيه جزار وخلاص. وعليها يعني، فالحمد لله على كل حال. الحمد لله.